يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اكتر وصفة واسهل وصفة انا بعملها لما يكون عندي شوية فراخ كده، ببقى عايزة اطبخهم وعايزة اعملهم يبقى طعمهم حلو ما ياخدوش وقت كتير او تتبيل كتير، وما عنديش وقت اتبل خالص، عايزة اطبخ على طول وفي نفس الوقت يبقى طعمهم حلو والفراخ بتاعتي تطلع طرية وجوسي. النهاردة هعمل معاكم اسهل والذ طريقة لطبخ الدجاج، يتبل كده وهو بيتطبخ مع صوص حلو جدا، الصوص بجد رهيب والفراخ هتطلع جوسي قوي ولونها جميل وريحتها حلوة جدا، هتقلب الدنيا كلها. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي سماح، وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نبتدي. الاول هنسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفة اللذيذة دي ازاي. اول حاجة عندنا بنجيب الفرخة بتاعتنا وبنحطها في محلول النقع. محلول النقع عبارة عن ايه؟ ملح، سكر، خل، عصير ليمونة، وبرمي القشر الليمون في المية بالمنظر ده كده، ورق لوري، 3-4 فصوص من القرنفل، 3-4 حبات من الكبابة الصيني الحصى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده احسن محلول للنقع لكل انواع الطيور، بجد بيشيل اي نوع زفارة موجودة فيها. بعد كده باخد الفرخة بتاعتي وبصفيها كويس جدا وببتدي اقطعها الى قطع صغننة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. نبتدي بقى وندخل في الطريقة بتاعتنا. هبتدي اجيب بصلاية كبيرة، البصل بتاعنا بقى سواء كان ابيض احمر اصفر اي لون مش هيفرق معانا، المهم نقطع البصلة بتاعتنا جوليان زي ما انتوا شفتوا معايا كده، ونروح بقى على النار. هبتدي اجيب الطاسة بتاعتي وبنزل فيها حوالي ربع كوباية من الزيت، وكمان بضيف فيها مكعب من الزبدة بالمنظر ده كده. ممكن تكتفي بالزيت بس، ممكن تضيفي سمنة لو انت حابة، اي مادة دهنية انت عايزاها. وهبتدي انزل فيها بالبصلايه اللي انا قطعتها جوليان بالمنظر ده كده، وهنبتدي نحمر البصله بتاعتنا لحد ما تاخد اللون الذهبي، احنا عايزينه ذهبي فاتح مش الغامق قوي. طبعا هتشوفوا معايا اللون. بعد كده نروح بقى ونشوف هنجهز ايه تاني في الاثناء دي والبصلايه بتاخد اللون الحلو بتاعها. هبتدي اجيب فصين من الثوم وابتدي افرمهم بالمنظر ده كده، وبجيب كمان قرن فلفل رومي كبير، قرن فلفل اخضر بالمنظر ده، هبتدي اقطعه قطع صغننه، هفرمه برده فرم ناعم بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه معايا كده. طبعا لو انتوا حابينها سبايسي تقدري تستبدلي الفلفل الرومي بالفلفل الحار او تضيفي ميكس من الاتنين، المهم نفرمهم فرم ناعم بالمنظر ده. وهنا بقى كانت البصلايه اخدت اللون الذهبي الفاتح، هبتدي انزل عليها بالثوم والفلفل الرومي واشوحهم لحد ما ريحه الثوم تبدا تتصاعد عندي، ابدا اشم ريحه الثوم. اول ما ريحه الثوم والبصل تطلع هنزل عليها بالدجاج او بالفراخ بتاعتنا بالمنظر ده كده. طبعا انا هنا مستخدمه فرخه كامله، تقدري تقسمي الفرخه، ممكن تستعملي نص فرخه او اكتر شويه او اقل شويه على حسب عدد افراد اسرتك. وهشوح الفراخ مع البصل والثوم بالمنظر التحفه ده، ونبتدي نضيف عليها البهارات. البهار بتاعنا هيكون معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين كبار من الكاري، ده بيديها لون تحفه جدا وكمان طعم حلو قوي. وبنضيف كمان نص معلقه صغيره من البهارات المشكله، اي بهارات عندكم في البيت سواء كانت السبع بهارات او البهارات المشكله. وبعد كده بنزل بالملح، انا هنا ضفت معلقه من الملح، معلقه صغيره على فكره، وببتدي اشوح الفراخ مع البصل والبهار بالمنظر ده. طبعا الريحه مفيش اجمل من كده. وبالنسبه لي ما اقدرش ما اضيفش فلفل حار او فلفل سبايسي في الوصفه، لازم احط حاجه كده حتى لو حاجه صغننه طبعا عشان الولاد، بس لازم الحاجه تبقى سبايسي شويه بستمتع بيها قوي. طبعا الخطوه دي اختياري، ليكي مطلق الحريه ان انت تحطي او ما تحطيش. بعد ما تشوحوا كويس جدا هبتدي اخرج الفراخ من على النار، هبتدي ارفع الفراخ بتاعتي في طبق جانبي بالمنظر ده عشان عايزين نسبك الطماطم بتاعتنا، بس عايزه اسبكها بعيد عن الدجاج او بعيد عن الفراخ. هنا انا قطعت تقريبا حوالي 3 حبات من الطماطم، طماطم متوسطه، وهنحطهم على البصل والثوم ونديهم تقليبه، وبعد كده هنغطيها ونسيبها لحد ما الطماطم تنزل ميتها وتتسبك وتعمل كده طبقه دهنيه على الوش. كده اعرف ان الطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت جاهزه، مش بتاخد تقريبا اكتر من ربع ساعه. وبعدين هبتدي اضيف عليها نص كوبايه من الزبادي اللي هي تقريبا ما يعادل علبه حجمها 105 جرام،
وهنحتاج كمان عصير ليمونة، بضيف عصير ليمونة كاملة، والزبادي بديله اللبن الرايب. طبعا الليمون والزبادي مع بعض بيخلوا الفراخ عندي طرية وجوسي قوي. بصوا من الاخر كده كلمة السر في الوصفة دي الزبادي والليمون. الزبادي هينقل الفراخ في حتة تانية خالص. وبعد كده بنرجع الدجاج او بنرجع الفراخ بتاعتنا جوه الطاسة ونديها تقليبة حلوة كده مع المكونات التحفة اللي احنا ضفناها. وبعدين هبتدي اضيف عليه حوالي كوباية من المية السخنة. طبعا مش لازم اغطي الفراخ بالمية، ونسيبه يغلي شوية ويستوي تقريبا بنسبة 70%. هسيب الفراخ تستوي على النار بنسبة 70%. انتوا ممكن بقى في المرحلة دي تكملوا تسوية الفراخ على النار لو مش حابين تدخلوا الفرن، بس طبعا الفرن عندي له طابع مميز او طابع خاص. الفرن عندي بيدي الحاجة طعم مميز جدا، وكمان بحطها في طاجن فخار بالمنظر ده. طبعا تقدري تستخدمي اي طاجن عندك سواء بايركس او فخار او اي حاجة موجودة عندك او صينية. بصوا انا بحب ادخل اي حاجة عندي الفرن هياخد تحميرة ويتسبك اكتر على درجة حرارة 200 لحد لما الفراخ بتاعتي تاخد لون حلو كده من فوق والصوص يقصر شوية او يقل عندي شوية. مع ان احنا عايزين نحافظ على الصوص ده، مش عايزين انها تبقى ناشفة، هي المفروض تبقى جوسي كده. طبعا انا قدمت الفراخ بتاعتي مع رز بالشعرية، ممكن تقدميها مع رز ابيض او ممكن كمان رز بسمتي. المهم الصوص بتاعها رهيب بجد، الصوص خطير جدا. لو عايزين تزودوا معاها خضار حطوا معاها بطاطس بسلة او اي نوع من انواع الخضار، مفيش مشكلة خالص. بس هي كده لوحدها سريعة ما بتاخدش وقت، طعمها رهيب هيعجبكم جدا بجد. طعمها كان حكاية، السوا بجد بيرفكت، التسوية ناجحة جدا. شايفين الصوص بقى كده وهو نزل على الرز وتاخدي كده وعلى بقك، بجد الطعم حكاية. طعمها حلو جدا، سريعة سهلة ما بتاخدش وقت. التوابل فيها قليلة، مفيش كمية توابل كتيرة او انواع توابل كتير، احنا اكتفينا تقريبا ب3-4 توابل بس في الوصفة. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. انتظروني فيديو جديد وصفة جديدة. باي باي، في رعاية الله.